في الباخرة ديالو، وما دخلش للمياه الإقليمية الإسبانية، ولكن بقى في المياه الدولية حتى وصل للجنوب الفرنسي، ومن ثم إلى ما أقر الإقامة ديالو. ولأن العلاقات الإسبانية المغربية آنذاك كانت متوترة شيئا ما على خلفية ملف الصحراء المغربية، وكان الملك كينوي قضاء قرابة شهر من العطلة في فرنسا، لكن بعد رحلة استغرقت 3 أسابيع خبرته المخابرات الفرنسية بأنه كاين شي حاجة في المغرب وبتحركات الجيش الملكي، فقرر العودة مسرعا وتوقف بإسبانيا في مطار برشلونة برفقة الحاشية ديالو على متن طائرة بوينغ 727، وعقد لقاء عاجل مع وزير الخارجية لوبيز برافو، وتوجه بعدها للطائرة ديالو. وفي المقابل وبعد دخوله الأجواء المغربية، قلعت 6 طائرات حربية من طراز F5 من قاعدة القنيطرة الجوية باش تقابل الطائرة الملكية في الوقت اللي